السلام عليكم ورحمة الله وأهلا بيكم معايا وحلقة جديدة من حلقات مطبخ لميلومة. ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا جدا. النهاردة عندي عزومة، ومعنى ان انا عندي عزومة يبقى انا معايا بط. معروفة البط ملك العزايم. هي مش عزومة غريبة، يعني هو مننا فينا كده، يعني احبابنا واصحابنا واخواتنا، مفيش حد غريب. بس انا حابه اوريكم طريقتي في عمايل البط. تعالوا معايا عشان نشوف المقادير. قبل ما نبدا الفيديو ما تنسونيش في اللايك والشير والسبسكرايب للقناه. دوسي بقى على زر الجرس عشان يوصلك كل جديد، وكومنت حلو شبهك كده يا قمر، علشان هو ده اللي بيشجعني ان انا اصور لكم تاني. يلا بينا نبدا الفيديو. اول حاجه طبعا معانا البصل. انا هنا معايا بصل انا كنت مفرزاه. كل مره بقول لكم التفريزات مهمه. هناخد شويه من البصل ده، شويه حلوين يعني. خلاص هسيبه كده على جنب، مش هدخله التلاجة لان انا هستخدمه تاني. بحاول بقى اكسر البصل كده وهسيبه شويه يسيح معايا حبه عشان اعرف اشتغل فيه. كل ده هيسيح دلوقتي، مش هتلاقي له اثر. عايزاكم في كل فيديو ما تنسوش تنزلوا تحطوا لايك وتطلعوا تتفرجوا على باقي الفيديو، وكمان تقولي لي بتتفرجي عليا من انهي بلد. البصل فتفت معايا خالص. طبعا انا شغاله النهارده بالبصل الابيض. انا قلت لكم قبل كده ان انا بحب البصل الابيض في التتبيلات كلها علشان بيبقى فيه ميه كتير وبيبقى مسكر شويه عن البصل الاحمر. معايا هنا كوبايه من الرز المصري. هبتدي انزل على البصل والرز بالتوابل بتاعتي. طبعا ملح، كمون، فلفل اسود، سنه قرفه، ودي اختياري، مش عاوزه تحطي قرفه. لو انتوا ما بتحبوش طعم ولا ريحه القرفه في الاكل ما تحطيهاش. بابريكا، كاري، واخيرا هحط شويه من الجنزبيل البودر. يلا بينا هندعك البصل مع الرز مع التوابل كويس جدا لحد ما يبان لهم صح، لحد ما تحسي ان الخليط ده عمل معاكي ميه كده في ايدك، يبقى انت كده تمام التمام. زي ما انتوا شايفين ده شكل الرز والبصل بعد ما دعكتهم مع بعض كويس جدا. تحسوا ان الخليط مندي او فيه ميه. شايفين ده نتيجه الميه اللي نزلت من البصل. تمام. هنعمل ايه؟ هنحط عليهم كبشتين كده من الزبيب، بيدي طعم خرافه للخلطه او الحشوه بتاعه البط. هنقلبهم كده مع بعض. شايفين اللون بقى تحفه ازاي؟ دي البطايه اللي انا هشتغل فيها. زي ما انتم شايفين بصوا مغسوله ومتنضفه كويس جدا، منقوعه في ميه وليمون وملح وقشر برتقان وحدات من القرنفل. طبعا كل ده بيدي ريحه حلوه للميه وبتفضل ريحتها موجوده في البطايه. اول حاجه هعملها بسم الله كده، هبتدي اكتف البطايه. اجيب الجناح ده كده لورا والناحيه التانيه، وبعدين هبتدي احط لها شويه من الملح، شويه من الفلفل الاسود، وادخل كده في قلبها وابتدي ادعك البطايه كويس. اقلبها على الناحيه التانيه. مش شرط احط تاني، هياخد كده من قدام لورا على المكان كله. طبعا انا حاطه المفرش ده علشان نضيف علشان اشتغل عليه. زي ما انتم شايفين كده اهو، غلفتها كويس قوي. وبعدين هبتدي بسم الله اخد الحشوه بتاعتي واحط في قلب البطايه. مش هكبسها قوي، اعملي حساب ان الرز بينفش عشان ما تفرقعش منك، او ادي فرصه ان الرز جوه يستوى كويس. وهبتدي اقفل. لسه عايزه حبه كمان على فكره، اديها حبه كمان. لا الاتنين زي بعض، دي اصغر من دي. دلوقتي بقى انا جهزت العود الخشب ده، وهبتدي اقفل على الرز اللي جوه البط بالشكل ده. عايزه تخيطيها خيطيها، بس انا بستسهل العود الخشب ده بصراحه. تيجيهم كده الحتتين اللي تحت دول في بعض وتبتدي تقفلي. وسعي بقى لنفسك، طولي العود ده، زقي كده، وبعدين ابتدي افردي الكشكشه اللي انت عملتيها. وعايزه تقصي باقي العود قصي، مش عايزينه في حاجه. بس كده زي ما انتم شايفين كده. اجيب الصينيه اللي هسوي فيها، احط فيها البطايه كده، وهبتدي اجيب الخليط اللي هدهن بيه البطايه من بره قبل ما ادخلها الفرن. معايا هنا معلقه كبيره من الصلصه، شويه من دبس الرمان، حوالي معلقه مش كتير، عشان بس دبس الرمان بيدي تسكيره وبيدي لون حلو جدا للبطايه في الاخر. معلقه من السمنه، او لو عندك زبده حطي زبده، المتاح بالنسبه لك يعني. اهو
معلقه سمنه وشويه زيت، وابتدي احط من نفس توابل البطايه او الحشوه بتاعت البطايه: ملح، كمون، قرفه، فلفل اسود، كاري، وبابريكا. اقلب بقى الخليط بتاعي ده كويس جدا. احاول اسيح السمنه بالمعلقه كده، اهرس السمنه معاهم، ريحته حلوه قوي. هاخد البطايه بتاعتي كده زي ما انتم شايفين، هبتدي انزل عليها بالخلطه اللي انا عملتها دي، وابتدي بقى بايدي ادعكها كويس قوي اهو. البطايه دي حوالي 3 كيلو، 3 كيلو صافي. هحط الخلطه كلها، مش هسيب منها حاجه. دلوقتي هبتدي اجهز معاكم الحشوه بتاعت البطايه التانية. حشوه مميزه شويه، لكن بجد لو جربتيها هتدمنيها، طعمها حلو جدا. وعايزه اقولك انك هتاكلي الحشو قبل ما تاكلي اللحمه بتاعت البطه. معايا هنا معلقه كبيره سمنه، هنحط معاهم شويه من الزيت. عايزه تستخدمي زبده، عايزه تستخدمي زيت، بس مفيش مشكله خالص، اللي متاح معاكي استخدميه. وطبعا هسيبهم يسخنوا كده مع بعض شويه. السمنه بتاعتي ساحت، هبتدي انزل بالمكرونه الشعريه. معايا هنا حوالي كوبايتين من المكرونه الشعريه. هحمر المكرونه لحد ما تاخد معايا لون ذهبي. دلوقتي هبتدي اجهز التتبيله بتاعت البطايه قبل ما نحشيها. معايا هنا كميه من البصل، هحط لها شويه ملح، فلفل اسود، كمون. اقلب المكرونه هنا عشان ما تتحرقش. وبعدين هبتدي ادعك البصلايه كده. البصل اهو جاهز. اجيب البطايه بتاعتي وابتدي اكتفها زي الاولانيه بالظبط. احط كده الجناح ورا اهو اهو، وابتدي اشتغل في البطايه. بس الاول هنروح برضو نشوف المكرونه. شايفين يا جماعه؟ هناخد هنا معلقتين من البصل اللي انا تبلته ده مع المكرونه، اديله تشويحه. شايفين البصل ريحته طلعت مع المكرونه فظيع فظيع فظيع. هناخد بقى شويه من الزبيب، وهبتدي اتبل المكرونه بنفس التوابل بتاعه البصل، بس هنضيف لها معلقه من هريسه الشطه. قلبي بقى. الزبيب بدأ ينفخ معايا كده في الصينيه. مجهزه معايا هنا ميه سخنه، انزل بحوالي كوبايه ونص من الميه السخنه، لان انا مش عايزه اسوي المكرونه قوي، يعني انا عايزاها يا دوب تدبل بس. ريحتها جباره. هنهدي النار واغطي المكرونه بتاعتي واسيبها تتشرب الميه اللي انا حطيتها دي، وابتدي اروح اتبل البطايه. بقيه البصل هبتدي ادعك بيه البطه بتاعتي كلها كده من جوه كمان. وهاخد هنا الكبد والقوانص بتاعه البطايه، البطتين بقى مش البطايه بصراحه، هم معايا، والرقبه. وبرضو هتبلهم بشويه البصل اللي موجودين في البوله عشان كلهم يبقوا متبلين مع بعض. ممكن قوي تاخدي الكبد والقوانص دول في الاول خالص قبل ما تحطي المكرونه، تشوحيهم مع البصل وتنزلي بالمكرونه كانك بتعملي حشوه حمام مثلا. بس عادي يعني، حتى لو انت ما عملتيش المرحله دي تقدري عادي تتبليهم بالبصل كده زي ما انا عامله، وتحشيهم في قلب البطايه عادي، او تسقطيهم في الشوربه كده يتسلقوا عادي جدا مع الرقبه بتاعت البطه. ليه بقى انا بحطها كده زي ما هي بالجلد بتاعها كده؟ لان انا محتاجه الشوربه بتاعتي تبقى دسمه، عشان انا هستخدم الشوربه في الرقاق. بعمل ايه بالشوربه؟ بعمل بيها رقاق، ومعروف ان الرقاق بيبقى محتاج شوربه دسمه شويه، عشان كده بحب احط الحاجات دي مع الشوربه، تدي الدسامه وتنزل كل السمنه بتاعت البطايه في قلب الشوربه عشان تدي الرقاق بتاعي طعم حلو. تمام جدا كده المكرونه الشعريه بتاعتي تمام التمام، ريحتها تجنن. هطفي النار واسيبها تهدى، وبعدين هبتدي احشي بيها البطايه. دلوقتي بقى هبتدي احشي معاكم. شايفين الحشوه بتاعت البطايه؟ حشوه خفيفه جدا وسهله ومختلفه عن باقي الحشوات. وزي ما وريتك قبل كده هبتدي اقفل البطايه بتاعتي بالخل او بعواد الخشب. هنكسر الزياده. ادي البطايه بتاعتي، هنروح على الحله الضغط لان انا طبعا مستعجله. هحطها في الحله وهقول لكم خدت معايا وقت قد ايه. طيب انا حاطه قد ايه بقى ميه في الحله؟ حاطه حوالي تلت الحله ميه، وحاطه فيها ملح، فلفل، ورق لورا، حبهان،
وحاطه كمان بصلايه مقطعاها 4 وطماطمتين مقطعاهم 4 وفلفل حراق، حاطه واحد بس من الفلفل الحراق وسايباهم يغلوا ورا اهو زي ما انتم شايفين. يلا بينا هنروح هنسقط البطايه معاهم، تعالوا معايا يلا بينا. زي ما انتم شايفين كده الميه اهي بتغلي كويس، هنعلي عليها النار كمان، بس هزود لها كمان كام فص فلفل حب. هنحط شويه من الملح، شويه من الفلفل الحصى، وشويه كمان من الفلفل الناعم. وانا طبعا زي ما قلت لكم حاطه ورق لورا وحبهان وكل المنكهات بتاعه الميه. دلوقتي هنعمل ايه؟ نحط البطايه بتاعتنا. لما تيجي تحطي البطايه بتاعتك تحطيها كده تشقلبيها، ما تحطهاش برجلها، تحطيها من الصدر كده من الراس من فوق، علشان الصدر هو اللي يبقى واخد اكبر جزء من الحراره من تحت، لان الصدر بطبيعه الحال بيبقى انشف من الورك، فعشان كده لازم تشقلبي البطايه بالطريقه دي. هحط معاهم الرقبه زي ما قلت لكم هنا، والكبد والقوانص اهو اللي انا تبلتهم. وطبعا بما اننا معروف عننا ان احنا ستات بيوت شاطرين ولهلوبين، عبال الشوربه بتاعتي ما تجهز او البطايه بتاعتي تستوي وتطلع لي الشوربه اللي انا عاوزاها، مش هقعد استنى بقى، هجهز العصاج من نفس ذات كيس البصل. هبتدي اخد شويه بصل مفرومين وانزل بيهم على السمنه. السمنه بتاعتي حطيت معاها معلقتين زيت وسبتها تسخن اهو على النار. هنزل بكميه البصل، هغسل ايدي. بصي بقى انا ليه بقولك هغسل ايدي وعشان اقفل الكيس بتاع البصل؟ هل الكلام ده هيفيد الوصفه بتاعتنا في حاجه؟ لا مش هيفيد الوصفه، بس هيفيدك انت. ليه بقى؟ في معلومه مهمه، لو انت ايدك مكانها بصل ومسكتي الكيس كده من بره وقعدتي تعملي كده وتقفليه وتروحي تشيليه في التلاجة بعد ما اتملى كله من بره ريحته بقت بصل، هتخلي ريحه الديب فريزر كله بصل. لكن طول ما ايدك نظيفه وبتشيلي الحاجه كده من غير ما تيجي عليها ريحه البصل ولا ريحه التوم من بره، عمر الديب فريزر بتاعك ما هيبقى ريحته وحشه. نزلت بالبصل كده زي ما انتم شايفين. هنحط عليه شويه من الفلفل الاسود، شويه من الملح، وهبتدي اشوح البصل. دلوقتي البصل بتاعي اهو بدأ يصفر، انا مش عايزاه يغمق، انا يا دوب بدأ يصفر. هبتدي انزل باللحمه، اشوح اللحمه كده بالطريقه دي. وفي اللحظه دي كده على طول هبتدي انزل ببهارات اللحمه، شويه من بهارات اللحمه، شويه من فلفل اسود، وهنظبط طبعا الملح، وهبتدي اقلب لحد اللحمه بتاعتي كلها ما تغير لونها وتتشوح كويس جدا مع البصل. دلوقتي بعد ما شوحت اللحمه بتاعتي كويس جدا، هبتدي انزل عليها بحوالي نص كوبايه من الميه السخنه، وهغطي عليها وهدي النار واسيبها لما تستوي. ليه بقى المرحله دي؟ لاني انا معايا الرقاق ما بياخدش وقت في الفرن، الرقاق مستوي، اقصد العجينه بتاعته مستويه، الشوربه جاهزه، يا دوب هيترص في الصينيه يخش ياخد لون ويطلع. فعلشان اضمن ان اللحمه بتاعتي مستويه كويس لازم اعمل معاها الحركه دي، هغطي وهدي واسيبها تستوي وارجع لكم تاني. دلوقتي بقى هناخد البطايه بتاعتنا دي اللي اتعملت في الحله السريعه. عملت انا هنا بقى تشريبه حلوه قوي، عباره عن ايه؟ معلقه صلصه، معلقه دبس رمان، ملح، فلفل اسمر، بهارات فراخ، وحطيت كمان ليمونه، يعني خدت ليمونه عصرتها على الخليط اللي انا قلته لكم ده من شويه. هبتدي ادهن بقى البطايه كده بالخليط ده وادخلها في الفرن تاخد وش، واوريكم شكلها هيطلع عامل ازاي في الاخر. بس ندهن كويس جدا، نشربها من التشريبه دي كويس قوي قبل ما ندخلها الفرن. بصوا يا جماعه، بصوا يا جماعه، انا طلعت البطايه التانية اهي. هبتدي اخد بقى من الدهون اللي نزلت منها واشربها كده بيها، شايفين بقى؟ بصوا اللون. هدخلها الفرن تاني من غير بقى ورق فويل ولا اي حاجه، تاخد وش ونطلعها هي كمان. ورجعت لكم بعد في الفاينل بقى، خلاص كده عملت ملوخيه. عايزين نشوف جمالها بقى، الجمال والحلاوه يقرب عندي، الجمال والقمر يقرب عندي. الملوخيه شايفين؟ الملوخيه اللي احنا فرزناها مع بعض اهو، اتعملت زيها زي الملوخيه العاديه اللي انت بتجيبيها بالظبط.
بصوا لا خفيفه ولا تقيله، مظبوطه جدا تفريزاتنا الجميله. طب نيجي بقى لنجم الحفله معانا النهارده. ادي الطريقه الاولانيه بتاعه البط. انا عكست، ده انا عكست، المفروض احط دي هنا ودي هنا، بس مش هنختلف كتير، المهم الشكل. نيجي هنا بقى نشوف التسويه عامله ازاي. بصوا يا جماعه، شايفين وانا سايبه ايدي اهو، شايفين البط مستوي ازاي؟ بصوا اللحمه من جوه دايبه ازاي، بتتفصص، شايفين اهو. نشوف الناحيه التانيه نفس الحكايه، دي استوت في الفرن ودي استوت في الحله اهو، نفس القصه. الورك بصوا بيتقطع معايا ازاي. بصوا يا جماعه، عايزه اوريكم هنا، بصوا العظمه طلعت اساسا من الورك وانا بفصصها لكم اهو. شايفين؟ سخنه طبعا اهي. بصوا اللحمه دايبه ازاي. تميم هيدوق يقول لنا ايه رايه. بسم الله، بسم الله، قول بسم الله. شطوره، يلا ايه رايك؟ ايه حلوه؟ قول واو. واو. قول لهم حطوا لايك. بصوا قول لهم حطوا لايك لتيتا. لايك لتيتا. دي كانت الوصفه بتاعتنا النهارده يا جماعه، بس لسه معانا كمان في رقاق يا جماعه، في رقاق، مش عايزين اختي العزيزه تزعل مننا. طبعا الرقاق احنا عملناه مع بعض كتير، والملوخيه عملناها مع بعض كتير، فانا اختصرت لكم الفيديو بس بطريقه البط. يا رب الوصفه النهارده تكون عجبتكم، وما تنسينيش في اللايك والشير والسبسكرايب للقناه، وانتظريني الفيديو الجاي. باي باي.